السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جديد أخبار المغرب اليوم. وهذا أبرز عنوانها: فرار 28 راكبا مغربيا من طائرة بعد هبوط اضطراري. لكن قبل ما نبداو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد أخبارنا المغربية. إلى التفاصيل: هبطت طائرة قادمة من الدار البيضاء صباح اليوم في مطار برشلونة بسبب حالة طبية طارئة بعدما 28 راكبا على المدرج حاولوا الفرار. واعترض الحرس المدني الإسباني 14 منهم. وأفادت مصادر حكومية في برشلونة لوكالة إيفي الطائرة التابعة لشركة بيغاسوس التركية والتي كانت تغطي الجسر الجوي بين الدار البيضاء اسطنبول، هبطت بشكل مستعجل في مطار البرات برشلونة حوالي الساعة 4:30 صباح اليوم بسبب تظاهر امرأة بأنها في حالة مخاض. وأضاف المصدر أنه أثناء نزول المرأة من الطائرة انتهزت مجموعة من 28 راكبا مهاجرا مغربيا من الطائرة الفرصة للقفز على المدرج والفرار. وقد اعترضت قوات الأمن 14 منهم وأعيد 5 إلى الطائرة. شكرا لكم متتبعين الكرام وإلى اللقاء. ما تنسوش تدعمونا في القناة وتديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.